مقاومه. طيب يمكن ماتش النهارده احنا غيرنا كتير جدا عشان نشوف اغلب اللعيبه اللي معانا، مين اللي هيكون موجود مع كابتن حلمي، مين اللي ممكن ما يبقاش موجود وكده. فالنهارده يمكن كان الماتش شويه التغييرات الكتيره اثرت عليه. احمد حجازي لا طبعا مش موجود معانا، مش عشان حاجه، ولكن انا مش عايز ادخل في الجزئيه دي لان في لعيبه ولكن خلينا نتكلم بعد البطوله ان شاء الله باذن الله. بدانا ان احنا نجس نقط، ما حبيتش ان هي تكون موجوده معايا. وناس كتير من الجمهور دي انا اول مره بقولها، وناس كتير مستغربه ان في بعض اللعيبه ان هي مش موجوده معانا. احنا جسنا نقط بس حسينا ان هم ما عندهمش القابليه. فاكيد انا مش هجيب لاعب يكون ما عندوش القابليه ان هو يكون موجود معانا. ففي بعض لعيبه كتير، ولكن خلينا نتكلم بعد كده نقول ان كابتن حلمي كان عينيه على بعض اللعيبه ولكن حس ان هم ما عندهمش القابليه ان هم يكونوا موجودين مع المنتخب الثاني. فاحمد حجازي لعيب كبير، وانا على المستوى الشخصي بحترمه جدا ولعيب عنده تاريخ كبير، ولكن اعتقد ان يمكن حجازي من البدايه ما كانش حابب انه يكون موجود. شكرا مع شكرا.